النهارده العاصمة الإدارية أمر واقع في السوق المصري، وده احنا بنشوفه في البنية التحتية اللي الدولة بتعملها في كل منطقة داخل العاصمة. هتحس دايما إن العاصمة مختلفة عن أي مكان في مصر. إسلام الشاعر نزل العاصمة في 2018 وكانت صحراء، وإسلام الشاعر ما رشحش غير أفضل الشركات وأفضل المطورين وأفضل المناطق اللي تخلي علاقتنا بالعميل مستمرة طول الوقت. وده اللي احنا دايما بنقدمه عندنا في شركتنا في شركة سوكن، ان احنا دايما بنوضح الفرق ما بين كل الشركات، لان في شركات في العاصمة الإدارية حضرتك هتخسر فيها لو اشتريت عندها، وفي شركات هتكسب فيها. يعني مش كل المناطق ومش كل الشركات هتكسب. في فرق كبير جدا ما بين مطور بيحترم العميل وفلوس العميل بتتحط في الإنشاءات وأسعار الوحدات عنده بتزيد ويقدر العميل يعمل إعادة بيع، وفي فرق ما بين مطور مفيش بلان عنده للمشروع بتاعه، فبالتالي النهارده إنشاءاته ضعيفة جدا. تقدر النهارده تستثمر في العاصمة من أول 4 مليون و500 في الحي المالي، ودي من أكتر المناطق المطلوبة جدا في العاصمة، بمقدم 10% وبنقسط الباقي على 7 سنين. طب بالنسبة للأبراج السياحية، سواء قدام البرج الأيقوني منطقة الMU7 أو شريط الأبراج السياحية اللي في منطقة الداون تاون على النهر الأخضر، تقدر حضرتك تستثمر من أول 7.5 مليون و8 مليون بمقدم 10%، وبرضه بنقسط الباقي على 7 سنين. طيب بالنسبة بقى للشقق وللفلل في المستثمرين وفي الR7 وفي الR8، أسعار الشقق بتبتدي من أول 4 مليون و500 للغرفتين و6 مليون و500 للثلاث غرف، وأسعار الفلل بتبتدي معايا من أول 14 مليون. برضو في السكني تقدر تدفع 10% وتقسط الباقي على 10 سنين، وعندي استلام فوري واستلام سنة واستلام سنتين، وعندي متشطب وعندي نص تشطيب. فبنقدر إن احنا نتحرك في أكتر من شيء ونشرحه لقاعدة العملاء الكبيرة اللي حابة دايما إن هي تتعامل معانا.